ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كلكم جميل. الأكلة النهاردة بتاعت النهاردة أكلة توفير، أكلة جميلة، أكلة الأطفال كلها بيحبوها، هتساعد ستات البيوت عامة لو محتارة في أي أكل، أو انت شغالة وتيجي على طول تعملي الأكلة دي. هنعمل النهاردة إن شاء الله الناجتس عبارة عن صدور فراخ والبهارات بتاعتها، الكمية اللي انت عايزاها. عندي صدور فراخ كيلو، 2 كيلو، زي ما حضرتك عايزاه. وعندي البقسماط والفيجيتار نص كوباية، وبطاطساية مسلوقة، و2 معلقة نشا، نص معلقة فلفل اسود، ومعلقة ملح، معلقة توم، معلقة بصل، نص معلقة بابريكا. المكونات دي كلها هنحطها في الكبة، هنفرمها ونرجع لكم تاني، خليكم معايا. وده الشكل اللي بعد ما عملناها. فرمنا الكمية، طبعا اتضاعفت وبقت بالمنظر دوت. هنكورها، بس هنسيبها ترتاح شوية صغيرين ونعملها. خليكم معايا يا جماعة، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة عشان يوصلكم كل جديد. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده الكمية بعد ما عملناها. حطينا عليها بيضتين عشان لو العجينة لابسة معاكي بتحط لها بيضتين تطرى شوية. بعد ما عملناها بنكورها زي ما حضراتكم شايفين كده، ونكون حاطين في بولة مية، وجنبنا الاطباق اللي هنحطها في الفريزر. بنعملها زي ما حضراتكم كده، بنفردها ونعملها سحبة من قدام، عشان تبقى على شكل الناجتس اللي هو بيتجاب من بره. عشان طبعا لو الاطفال هيجي يقولوا لي ايه ده، لا يا ماما ده مش زي، لا، لما يشوفوا كده ايه هيحبوا أوي. طبعا ما تنسوش يا جماعة تعملوا لايك واشتراك للقناة عشان يوصلكوا كل جديد. هعمل الكمية وهرجع تاني اقول لكم عملت قد ايه، خليكم معايا. زي ما حضراتكم شايفين بعد ما عملنا الكمية، كل طبق فيه 9 قطع. عملنا الكمية ولفيناها باستريتش، وهنحطها في الفريزر. الكفر بتاعها لما بنطلعها من الفريزر، الكفر بتاعها الخارجي عبارة عن طبق فيه دقيق، وطبق فيه بيضة، ونص كوباية لبن، وطبق فيه كريسبي ده بيتجاب من عند العطار. بتحطي الناجتس في الدقيق، ثم البيض واللبن، ثم الكريسبي، وتحمريه يطلع زي بتاع بره بالظبط. وبألف هنا وشفا على اللي هياكله. وياريت ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة عشان يوصلكوا كل جديد. ويا رب يكون ضيفة خفيفة عليكم، وأكون عند حسن ظنكم. وإن شاء الله بإذن الله أعمل لكم حاجات توفر في البيت، وتساعدكم على إنكم ما تفكروش كتير. أشكركم جدا إنكم سمعتوني، ويا رب أكون عند حسن ظنكم.